الطالبة روان ناصر طالبة الفرقة الرابعة في كلية العلوم جامعة الزقازيق القضية اللي هزت عرش السوشيال ميديا وألمت الكثير من تفاصيلها. الطالبة في الساعة الثانية ظهرا سقطت من فوق سطح كلية العلوم بجامعة الزقازيق، والمثير واللي أثار الجدل على السوشيال ميديا إنها ما بين سقوطها وما بين محاولة إنقاذها والاتصال بالإسعاف استغرق من 30 إلى 45 دقيقة. وبعض الطلبة أكدوا أن أعضاء هيئة التدريس والعميد حاولوا بعض الطلبة إنقاذ الطالبة، ولكن أتت الإسعاف بعد 30 دقيقة من الاتصال، وكانت الطالبة روان قد نفذت أنفاسها إلى ربها. القضية بعد ساعات تداولت زميلة وشهادات الطلبة بأن تعنت أعضاء هيئة التدريس والعميد عدم محاولة إنقاذ الطالبة وعدم الاتصال بالإسعاف، ووصول الإسعاف متأخرة يعتبر إهمال ويعتبر تعمد لقتل الطالبة روان. ولكن الغريب ان ظهر منشور على السوشيال ميديا وده اللي اثار غضب الكثير، بيؤكد بروايه ترويها احد زميلاتها ان العميد او احد اعضاء هيئه التدريس متورطين في جريمه البنت روان، وان الموضوع مثير لان في تفاصيل المنشور بتؤكد ان البنت تعرضت للتنكيل منذ ايام قبل حدوث الحادث سقوطها من فوق الكليه. وقالوا ان هو التفاصيل ان في علاقه ما بين شخصيه كبيره في الكليه واحد الطالبات، وان الموضوع فيه ايحاءات بتحرش او جنس، وان البنت دي كانت حاصله على الفيديو. وده منشور على موقع التواصل الاجتماعي، وزي ما احنا شايفين هو ده المنشور المتداول. وظهرت انباء عن القبض على العميد، ونفاها العميد بنفسه في بوابه اخباريه، والخبر زي ما انتم شايفين. والموضوع اكد العميد فيه ان في بعض الشخصيات جوه الكليه بتتنافس على العماده وبتحاول التخلص منه وتسييس القضيه، ولكن هو قدم العزاء لاسره الطالبه، وان هو نفى تماما علاقته بالجريمه. واكدت الجامعه في بيان لها انها تنتظر تحقيقات النيابه، وانها فرغت وسلمت كاميرات المراقبه اللي رصدت الواقع بالكامل ووجهت الفيديو للنيابه، والنيابه دلوقتي بتتابع التحقيقات وبتفرغ الفيديوهات بشكل كامل حتى يتبين الحقيقه. واكدت الجامعه ان الموضوع سيمر بمنتهى الشفافيه. والنهارده بعض الطلبه نظموا وقفات احتجاجيه، وخرج ليهم نائب رئيس الجامعه واكد ليهم ان التحقيقات هتتم بشفافيه، وان من اخطا سيحاسب، وان الموضوع في قلب الحرم الجامعي ولن يفلت من وراءه سواء بالإهمال أو أي سيناريو آخر للقضية دي. كانت كل تفاصيل موضوع واقعة روان ناصر، ولكن نحن الآن على مواقع التواصل الاجتماعي نرى بدون مصدر أو بدون إيحاءات الاتهامات المتبادلة وغيره، ولكن تحقيقات النيابة هي اللي هتحسم كل الأمور، وسنرى الجاني امام القضاء سواء بالاهمال او بعض السيناريوهات اللي نشرت. ربنا يحفظنا جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله.